حلوه الطابع تاعي جاتنا مشققه وجاتنا طريه من الداخل، وشوفوا كيفاش جات مهويه ما شاء الله. نتمنى فعلا انكم تجربوها وتتقيدوا بجميع النصائح اللي عطيتها لكم. وبالنسبه اللي حابين يديروها كمشروع مربح، كاين وين تتباع 3000 للحبه، وكاين وين تتباع 3500 حتى ل 4000 للحبه، يعني كل منطقه وكيفاش يبيعوها، وكل وحده دايرتها كمشروع مربح. نتمنى انها تدخل وتعطي لنا السعر هكذا باش البنات يستفادوا من بعضياتهم البعض طالعه وما تجيهمش مشقه. في هذا الفيديو راح نعطي لكم السر تاعها، هو في طريقه تحضيرها، تشكيلها وطيابها. نتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى انكم تضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك اذا ما كنتم مشتركين، وشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء حتى تعم الفائده ويستفيد الجميع. ومن جميع وحده جربت اي وصفه من وصفات رشا تخلي لنا الرأي تاعها في التعاليق، واي وحده عندها كذلك سر لحلوه الطابع تخليه لنا في التعاليق، هكذا البنات يستفادوا من بعضياتهم البعض. اذا كما راكم تشوفوا انا هنايا قلت لكم رايحه ندير كيله صغيره، مقادير اللي يخرجوا لنا 12 حبه. عندي 2 حبات بين البيض، فرغتهم في كاس، كسرتهم في كاس، وشفت المستوى وين لحق البيض تاعي. رايحه نكمل بنفس الكيل سكر ونفس الكيل زيت. شوفوا انا البيض تاعي لحق لي لهذا المستوى، لذلك رايحه السكر تاعي رايحه نكيلو لهذا المستوى كذلك، والزيت نفس الشيء. انت دوكا الا حبيتي يعني ديري كاس كبير، حديري مثلا قيس 4 حبات بيض ديريهم في اي كاس، من بعد الزيت والسكر ديريه بنفس الكاس، يعني كيلة من البيض كيلة من السكر وكيلة من الزيت. الاختلاف فقط راح يكون في كمية الخميرة، هو كل حبة من البيض يقابلها 5 غرامات من خميرة الحلويات. يعني أنا درت 2 حبات من البيض، يعني رايحة ندير كيس تاع 10 غرامات من خميرة الحلوى. وهنا إلا حبيتي ديري كمية أصغر من تاعي تقدري تكيلي حتى بالكاس تاع لاته. يعني إلا حبيتي ديري حلوى طابع كانت متوفرة عندك غير حبة من البيض، ديري جيبي حبة من البيض كسريها في كاس، من بعد وين لحقت هذيك الحبة تاع البيض ديري نفس الكيلة تاع السكر ونفس الكيلة تاع الزيت. اذا هنايا في الريسيبيون تاعي درت كيله من البيض اللي هي 2 حبات من البيض، درت كيله من السكر ورشه من الملح تاع المذاق، كيس من سكر الفانيليا مع مبشور حبه من الليمون. اذا كان عندك الليمون ضيفي الليمون، رايحه تعطيله بنه ورائحه بزاف هايله. ولكن الا ما عندكش وعندك فقط سكر الفانيليا ولا الفانيليا البودره ولا سائله، ديري الفانيليا وبالفوي فقط حركي مليح مليح حتى تاكدي بلي السكر تاعك ذاب تماما. وإلا حبيتي تسرعي العمليه بالضرب الكهربائي استعمليها. من بعد ما تاكدت بلي السكر ذاب معايا تماما، جبت كيله من الزيت، نفس الكيله وين الحق البيض وين الحق السكر وين رايح الزيت. نبدا نضيفها بدفعات وانا نحرك هكذا باش نتاكد باللي الزيت دخلت مع الخليط تاعي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. من بعد نجيب الفارينه. هنا مبدئيا راني غربلت حوالي كاس من الفارينه غربلوها هوها باش تتخلصوا من الشوائب ان وجدت. من بعد هنايا السر الاول اللي رايحه نديرو في هذه الحلوه، شوفوا هنا عندي خميره الحلويات كما قلت لكم 2 حبات من البيض 10 غرامات من خميره الحلويات هكذا. وهنا عندي شويه من البيكربونات. واش درت هنايا الكيس تاع 10 غرامات من خميره الحلويات نقصت منه ربع ملعقه صغيره وعوضته بالبيكربونات هكذا، يعني المجموع تاع البيكربونات وخميره الحلويات هو 10 غرامات. انت الا ماشي متوفر عندك البيكربونات تقدري ديري مباشره 10 غرامات من خميره الحلويات. رايحه نخلط. مبدئيا راني نخلط غير بالفوي، نحط الفارينه تاعي غير بشويه وانا نلف العجينه تاعي، نلمها وما نعجنهاش، نتحصلوا على عجينه تكون طريه هكذا. رايحه نضيف الفارينه تاعي غير بشويه. هنا كميه الفارينه ما نقدرش نعطي لكم الكميه بالضبط لانه كل فارينه ونوعيه تاعها، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي لا. انت المهم كي تبداي تشوفي العجينه تاعك بدات تنشف، جربي العجينه تاعك باليد اللي ما كنتيش تعجني فيها، لانه باليد اللي ما كنتيش تعجني فيها الى لحقت للمستوى ولا الى لحقت للقوام المطلوب ما رايحاش تلصق في يديك، وبالتالي تعرفي بلي العجينه تاعك خلاص دات الكفايه تاعها من الفارينه. دوك تشوفوا معايا هنايا.
اذا كما قلت لكم الان مازال ما لحقناش الاسرار المهمه في حلوى الطابع. شوفوا هنايا راني جربت باليد اللي ما كنتش نعجن فيها وشفتها باللي راهي تتلاصق، لذلك رايحه نزيد لها الفارينه بشويه. وهنا رحت غسلت يدي بطبيعه الحال، لانه لو كان نعاود نمسها ويدي هكاك راهي تتلاصق ما رايحاش نلحق كامل للقوام المطلوب، رايحه ننشف هذيك العجينه والعجين مازالو يتلاصق في يدي هكذا. دوكا شوفوا كي مسيتها لقيت القوام تاعها راهو شباب وما شاء الله. الان هنايا شوفوا نجيب شويه من الفارينه نرشها فوق سطح العمل. انا حلوى الطابع نحب نديرها هكا على شكل حربوش، نتحكم في السمك تاعها وما نستعملش كامل الحلال، نديرها هكذا على شكل حربوش بحيث انه السمك تاعها يكون 1 سنتيمتر. هنا هذا هو السر الاول. كاينين بزاف بنات كي يجوا يخدموا حلوى الطابع تاعهم يحلوا العجينه مليح يرقوها، وانت كي ترقي حلوى الطابع بطبيعه الحال ما نسيت تطلع لك شويه ما رايحاش تطلع مليح، وبالتالي كي ترقيها وتطيب رايحه تزيد تنشف معاك في الفور وتجيك يابسه وما تجيكش طريه من الداخل. شوفوا اذا نديروا كما قلت لكم السمك تاعها 1 سنتيمتر. هنا راني درت الكميه الثانيه. وهنا بالنسبه للاشكال تاع الليمول تاعكم ولا الطابع تاعكم انت ديري النوع ولا الشكل اللي حبيتيه. شوفوا نسقموا بهذه الطريقه بهذا الشكل رايحه نتحكم في الحلوه تاعي في السمك تاعها. هنا الطابع هذا الا شفتوه يتلاصق معاكم كل ما تجوا تطبعوا غمسوه في الفارينه وتطبعوا هكذا الحبه تاعكم ما رايحاش تتلاصق. شوفوا اذا السمك تاعها 1 سنتيمتر. هنا هذيك البيكربونات الدور تاعها زادت عطت لها خفه للحلوه تاعنا. هنا بعد ما كملتهم كامل جبت صفار حبه من البيض درت عليها حوالي قطرات فقط من القهوه اللي تقدري تستغني عليها ولا شويه من الفانيليا، ندهن الوجه تاعهم بهذه الطريقه. وهنا السر والمهم في حلوى الطابع ما رايحاش تطيبيها غير تكمليها. شوفوا انا هنايا درت لها كامل هاد دهنتها بصفار حبه من البيض وخليتها حوالي 20 دقيقه باش رح شعلت الفرن تاعي. هنا رشيت عليها شويه من السكر شويه ولا حبيتو فرميسال الالوان اللي متوفر عندكم. هنا رايحه نخليها هكا 4 ساعات ترتاح. كي يفوتوا عليها 4 ساعات نروح نشعل الفرن تاعي على درجه حراره 170 درجه، نحطها في الرف الوسطاني. كي نشوفها طابت لي من الجهه التحتانيه نشعل عليها من الجهه الفوقانيه باش تاخذ التحميره اللي راكم تشوفوا فيها. حلوى الطابع تاعي جاتنا مشققه وجاتنا طريه من الداخل، وشوفوا كيفاش جات مهويه ما شاء الله. نتمنى فعلا انكم تجربوها وتتقيدوا بجميع النصائح اللي عطيتها لكم. وبالنسبه اللي حابين يديروها كمشروع مربح كاين وين تتباع 3000 للحبه وكاين وين تتباع 3500 حتى ل 4000 للحبه، يعني كل منطقه وكيفاش يبيعوها وكل وحده دايرتها كمشروع مربح. نتمنى انها تدخل وتعطي لنا السعر هكذا باش البنات يستفادوا من بعضياتهم البعض. في الأخير ما علي إلا أن أترككم في رعاية الله وحفظه. ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك والإعجاب وشاركوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء. دمتم في رعاية الله.